السلام عليكم. شاء الله ما قدر فعل. ليلة سوداء لعشاق ومحبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. وعلى بعد 40 يوما من انطلاق كأس إفريقيا للأمم بالمغرب، تعرض النجم المغربي أشرف حكيمي لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل في مقابلة ضد بايرن ميونخ في دوري عصبة الأبطال الأوروبية. أشرف حكيمي اللي خرج بالدموع في عينيه، ماشي دموع ديال الألم لكن دموع ديال الخوف من حلم خدم عليه هو والمغاربة سنين. هذه الملايين كيتسناو في كلمة الفصل من الأطباء. واش النجم اشرف حكيمي غيكون حاضر معنا في العرس الافريقي ولا لا؟ الاعلام العالمي، الصحف، مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء كيتحدث على هذه الواقعه، لكن في المغرب ما كنتحدثوش على اصابه فقط، بل كندويو على خيبه امل وسقوط رمز وقائد 40 مليون مغربي. اشرف حكيمي اللي كيبقى قائد الكتيبه الوطنيه، لكن كلنا امل في المدرب الوطني وليد الركراكي، رجل التحديات، المدرب اللي علمنا ان المستحيل ماشي مغربي.